اليوم كنظن أن كارلو أنشيلوتي غيدخل بهذه الخطة ضد ريال سوسيداد. في حراسة المرمى أندري لولين بفضل أن كورتوا مصاب. الظهير أيسر غيلعب فاران غارسيا. الظهير أيمن غنظن غيلعب فالفيردي. والدفاع غيلعب راؤول إيسينسيو وألابا بحكم أنه أصبح جاهز. في وسط الميدان غيلعب إدواردو كامافينغا و أورين تشوماني، قدامهم جود بيلينغهام. في الهجوم غيلعب فينيسيوس جونيور في الظهير الأيسر، وفي رأس حربة غيلعب كليان مبابي ورودريغو في اتجاه الأيمن. إيجابيات هاد التشكيلة والسلبيات ديال هاد التشكيلة. غادي نبداو بالسلبيات. السلبيات فيما يخص الأضرحة، فلا خصوص الظهير الأيمن والظهير الأيسر، فإن ريال مدريد كيعاني، وكنظن أن فالنتينو بيريز الموسم القادم إن شاء الله غادي يركز على الظهير الأيمن والظهير الأيسر. في خصوص جاهزية إيسينسيو، هو مازال شاب، مازال يعطي ومازال المستقبل ديالو. ألابا بدنيا مازال ما جاهزش، كنظن أنه يقدر يستغنى عليه في الشوط الثاني. تشوماني كنظن انه مع الرجوع المستوى ديالو والاداء اللي دارو مع المنتخب الفرنسي، كنظن انه غادي يرجع بالتدريج للمستوى. ومع ذلك خاصنا بوست ريال مدريد، خاصه لاعب في هذا المكان. كامافينغا مازال شاب، مستوى ديالو متذبذب، مره كيعطي مره ما كيعطيش. جود بيلينغهام رائع هذا الموسم تبارك الله عليه، برغم الاصابه ديالو في الكتف الا انه كيبدع وكيعطي. كليان مبابي رجع للمستوى ديالو، وهذا شيء ايجابي لريال مدريد ونتمناو يسجل شي هدف. فينيسيوس جونيور كنتوقع ان الموسم القادم غيلعب في السعوديه، لان ريال مدريد ما غاديش تزيد تستحمل اكثر من المشاكل ديالو، وان ريال مدريد كيركز على الصوره ديالو، على الهبه ديالو. لذلك كنظن ان فالنتينو بيريز غيصيفطو للسعوديه. رودريغو كنظن ان رودريغو المستوى ديالو تا هو متذبذب، كنفضل يلعب ابراهيم دياز في المكان ديالو. توقعاتي فوز ريال مدريد على ريال سوسيداد، وانتم كتبوا التوقعات ديالكم، النتيجه ان شاء الله. وتحياتي الى فيديو اخر.